لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك حجا حقا تعبدا ورقا. بسم الله الرحمن الرحيم. يعد دخول العشر الأوائل من ذي الحجة فترة مباركة ذات قيمة عظيمة في الإسلام، وتتنوع أعمال العبادة والطاعات خلال هذه الفترة، إذ يشجع المسلمون على الإكثار من الصلاة والصيام والذكر والدعاء. ومن بين الأدعية التي يستحضرها المؤمن في هذه الأيام العظيمة دعاء دخول العشر الأوائل من ذي الحجة الذي يحمل في طياته الخير والبركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في برنامج مجالس الحج، وتجدد لقاؤنا اليوم مع فضيلة الشيخ محمد راضي الكومي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. ممكن حضرتك تعرفنا لماذا اختص الله سبحانه وتعالى الأمة المحمدية بنفحات وبركات لم تكن للأمم السابقة من قبل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأطهار وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون، الله سبحانه وتعالى فضل هذه الأمة عن الأمم السابقة وميزها عن باقي الأمم رغم قصر أعمارها، فالله سبحانه وتعالى فضلها وميزها بنفحات وفتوحات وبركات لم تكن للأمم السابقة. فالله سبحانه وتعالى فضل هذه الأمة بمواسم الطاعات، وجعل لهم مواسم الطاعات تتضاعف فيها الحسنات وترفع فيها الدرجات ويغفر فيها السيئات. ومن هذه النفحات والفتوحات أيام العشر الأوائل من ذي الحجة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل عند الله سبحانه وتعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. لهذا يحثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن نعد العدة وعلى أن نتخذ هذه المواسم وهذه الطاعات ونعمل فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها لعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. ومن هذه النفحات والبركات التي تهل علينا وننتظرها يوم عرفة، ذلك اليوم المشهود التي يجتمع فيه الحجيج حجاج بيت الله الحرام ويقفوا على جبل عرفات ينادون الله سبحانه وتعالى ويستغفرونه كي يغفر لهم وكي يقبل منهم الطاعات. فالله سبحانه وتعالى قال: الحج أشهر معلومات، وفي قوله: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. ويقول رسولنا صلى الله عليه وسلم عن فضل هذا اليوم، قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فالرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بأن نصوم هذا اليوم، لأن هذا اليوم هو يوم الفوز للمسلمين جميعا، هو يوم استجابة الدعاء. فوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا أن نغتنم هذه الفتوحات وهذه النفحات، فنصوم يوم عرفة ونكثر فيه من قراءة القرآن ومن الدعاء، لأن هذا اليوم يوم استجابة الدعاء.
والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا أمرنا في هذه الأيام العشر بأن نغتنمها وأن نحسن استقبالها، بأن نرجع ونتوب لله سبحانه وتعالى، وأن نصلح ذات بيننا ونصلح ما بيننا وبين أنفسنا. ذلك أيضا أن هذا اليوم يوم عرفة يوم مشهود، يوم تمام الدين وكمال النعمة، ففيه نزل قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء أعرابي إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال له: يا أمير المؤمنين، إن في قرآنكم آية لو نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم التي نزلت فيه عيدا. قال: وما هذه الآية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال سيدنا عمر بن الخطاب: والله إني لأعرف جيدا متى نزلت هذه الآية. نزلت يوم عرفة، عشية يوم عرفة في يوم الجمعة. لذلك الواجب علينا أيها الأحباب أن نغتنم هذه الأيام وأن نحسن استقبال هذا اليوم وأن نرجع لله سبحانه وتعالى كي نكون من الذاكرين الخاشعين. ولهذا لا بد وأن نحمد الله تبارك وتعالى على أن جعلنا من أمة الحبيب المصطفى، فلنا كل السعادة وكل الفلاح بأن جعلنا من أمة الحبيب المصطفى. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا، فالحمد كل الحمد أن الله سبحانه وتعالى من علينا وجعلنا من أمة سيدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الختام أتوجه إلى رب الأرباب أن يرزقنا حج بيته الحرام وأن يرزقنا الوقوف بعرفات، كما نسألك يا ربنا ألا تعود علينا هذه الأيام إلا وقد نصرت إخواننا في فلسطين، وأن قد حررت المسجد الأقصى من أيدي اليهود الملاعين. ونسألك يا ربنا أن تحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وزادكم الله علما يا فضيلة الشيخ، واحنا بنشكر حضرتك جدا على هذا اللقاء المثمر، وان شاء الله نتقابل في حلقات تانية. اعزائي المشاهدين، وبكده تكون انتهت حلقتنا النهارده، نلقاكم في حلقات اخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك حجا حقا تعبدا ورقا.